المنتخب اللي لما يدخل البطولة لازم تراهن عليه إلى أن يثبت العكس. دايما يلقب بالحصان الأسود في كل البطولات منتخب الجزائر. أحسن تصنيف قدر يوصل له منتخب الجزائر كان ال15 على العالم سنة 2014. لكن بقى بالنسبة لأسوأ تصنيف وصل له منتخب الجزائر ده كان سنة 2008 لما وصلوا لترتيب ال103 على العالم. الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري طبعا هو إسلام سليماني اللي محقق معاهم 46 هدف. منتخب الجزائر شارك 4 مرات قبل كده في كأس العالم، 82 86 2010 و2014. سجل في الاربع مشاركات دول 12 هدف بس قدر يستقبل 20 هدف. افضل انجاز قدر يحققه في كاس العالم كان طبعا في بطولة كاس عالم 2014 لما وصل لدور ال 16 وخرج على ايد المنتخب الالماني. ومنتخب الجزائر هو المنتخب المتسبب في ان اخر ماتش في دور المجموعات في كل بطولات العالم لازم يتلعب بنفس التوقيت، بعد ما اتعمل على منتخب الجزائر سنة 82 مؤامرة خيخون بين المانيا والنمسا، لما اتفقوا ساعتها ان هم يطلعوا بنتيجة معينة عشان يصعدوا هم الاثنين على حساب الجزائر. السؤال بقى، تفتكر الجزائر تقدر توصل لابعد من اللي وصلت ليه في كاس عالم 2014 ولا هو منتخب لحظات بس ملوش في الاستمرارية؟